كل حلقة هيكون عندنا قضية محدش عرف يحلها. اللعبة عبارة عن قضية حصل فيها جريمة. عندنا الأدلة من مسرح الجريمة، مكان ووقت الجريمة، المحاضر والشخصيات وأقوالهم ودوافعهم للجريمة. المطلوب نعرف مين اللي عمل الجريمة وإزاي. حاولوا تحلوا اللغز وركزوا قوي عشان التفاصيل مهمة. قضية النهاردة قضية جديدة، لسه ما فتحناش الملف، هنفتحه مع بعض دلوقتي ونشوف ايه القضية عشان نحلها معاكم. لو في وسط الحلقة انتوا عرفتوا ايه الحل اكتبوا في التعليقات. القضية اسمها لغز جثة الحقيبة. استنى على الشعب بالله. ايه ده، في حاجات تانية جوه؟ طيب ماشي. تعالي نقرا طيب ونشوف. المحضر بيقول انا ناس قالوا لنا ان لما كنا بنقرا المحضر باللغه العربيه الفصحى كانوا مش فاهمينه قوي، فهنقراه بالعاميه المصريه. يوم الثلاث يا ست اقرا خلاص الناس هتفهم طبعا. يعني في ايه؟ في صباح يوم الثلاثاء عثر احد المره على حقيبه سفر سوداء كبيره ملقاه بجانب صندوق قمامه في شارع جانبي بحي المعادي. يعني في المعادي يوم 3 لقى شنطه، واحد لقى شنطه سوداء كبيره جنب الزباله. حين حضرت الشرطة فتحت الحقيبة وجدت جثة لسيدة مسنة تبلغ من العمر حوالي 70 سنة. لما فتحوا الشنطة لقوا جثة لسيدة لواحدة ست حوالي 70 سنة ملفوفة في بطانية خضراء، وكان في آثار خنق واضحة على الرقبة. ماشي. واسمها سعاد عبد المجيد، هي أرملة عايشة لوحدها من ساعة ما جوزها مات. تفاصيل مكان الجريمة شارع جانبي هادئ خلف سوبر ماركت كبير. مفيش كاميرات مراقبة على مكان الحقيبة، لكن هناك كاميرات مراقبة للسوبر ماركت لمكان قريب مش لمكان الشنطة. الحقيبة قديمة لكنها متينة مما يدل أنها استخدمت مسبقا كثيرا. بسم الله ما شاء الله الورق بتاعهم حلو. لا الصرف باين بقى في ايه. بسم الله ما شاء الله. ماشي. عندنا صورة الضحية اهي. سعاد عبد المجيد 70 سنة بكواليتي اعلى. بسم الله ما شاء الله. ربة منزل أرملة من 10 سنين وعندها ابن وحيد. كانت معروفة بحبها للحديث مع الجيران، لكن كانت عصبية أحيانا، كانت بتلوك كتير يعني، بس بتتعصب بقى. معيش في حفر عندنا ابتدى الحمد لله الحفر خلص. ماشي. المشتبه فيهم بقى عندنا 3 مشتبه فيهم. شريف عبد المجيد بقى. شريف عبد المجيد شريف عبد المجيد ده ابنها عنده 45 سنة. والجارة صباح عادل وعندها 50 سنة. صباح اهي انا شايفة هنا اهو كواليتي اعلى معلش. والجزار فتحي عبده 55 سنة. ماشي. بص الجزار ما انا شايفة هنا برضه. ماشي. هنرجع بقى. شريف اللي هو الاب بيشتغل في مكتب سياحة، علاقته بأمه متوترة بسبب خلافات مالية. بيقول انه كان مسافر الغردقة وقت الحادث، لكن مفيش تذاكر سفر بتثبت ده. والجيران ممكن يكون ركب ميكروباص، ممكن يكون هو ساق. ممكن ليه بندور على تذاكر يمكن سفر؟ هو ما عندوش عربية. ماشي. بس الجيران شافوه قبلها بيوم في شقة مامته بيزورها. الجارة بقى اللي هي صباح عادل عندها 50 سنة ساكنة في الشقة اللي جنبها على طول. دايما كانت بتتخانق معاها على صوت التلفزيون العالي ومشاكل بسيطة تانية. تم العثور على بطانية خضراء مماثلة في شقتها. اللي هي دي الصورة دي جوه الدولاب. بطانية شبه دي بالظبط. شبه يعني بطانية شبه اللي لقوا الست سعاد ملفوفة فيها في الشنطة. بس ده مش عادي ان البطاطين زمان الناس كانت كلها بتجيبها زي بعضها، اللي هي بتاعت الجيش دي. مش شرط يعني بتاع الجيش، بس يعني هي بطاطين هي يعني نفس مثلا النوع، هي نفس النوع بس الالوان تانية. بص الماتيريال وحش قوي الماتيريال ده بتشوه. بتقول صباح انها كانت في شغلها في المستشفى في وقت وقوع الجريمة، لكن مفيش سجلات تسجيل دخول المستشفى باسمها. الجزار ده بتاع الشارع اللي الضحية كانت بتشتري منه لحمة من سنين. آخر أسبوع حصل بينهم مشادة لأن الضحية اتهمته إنه بيغش في الوزن. عنده إصابة حديثة في دراعه بيقول إنها بصي إيه قلمي أحلى. عنده إصابة حديثة في دراعه بيقول إنها من وقوعه في المحل. وقوعه. ماشي. يبقى ابنها كان في بينهم خلافات علشان الفلوس. والجارة كانت بتتخانق معاها مشاكل بسيطة كده بتاعت الجيران، وإنها بتعلي التلفزيون كتير.
والجزار هي اتهمته انه غشاش. من امتى؟ ما قالش من كام يوم؟ اخر اسبوع. اخر اسبوع. ما شاء الله، انا بحس ان هما مرتين. نشوف بقى ايه اقوال المتهمين. شريف ابنها قال ايه؟ قال انا علاقتي بامي عاديه، ساعات بنتخانق زي اي حد، بس انا كنت مسافر الغردقه ومفيش شبكه، عشان كده محدش عرف يكلمني ومفيش اثباتات على السفر. ماشي. الجاره بتقول حصل بينا خناقات بس مش لدرجه اقتلها، انا كنت في الشغل يومها بس نسيت اسجل دخولي لما دخلت المستشفى. حاجه مش منطقيه دي. فتحي قال انا اصلا ما جيتش جنبها من يوم الخناق. فتحي الجزار وايدي اتعورت لما كنت بنقل لحمه من الفريزر، ملناش دعوه ببعض. حاجات ماشي. الورقه اللي فاتت كان هنا قال لك وقوعه في محل، بيقول انها من وقوعه في محل، وهنا قال لك ايه؟ ان كان بينقل لحمه من الفريزر، ممكن كان بينقل لحمه ووقع. هنشوف. بيقول لك بقى أدلة مهمة. بصمات شريف موجودة على باب شقة أمه، بس ده ممكن يكون عادي لأنه كان بيزورها يعني ابنها وكده. ماشي. البطانية اللي لفت فيها الجثة تشبه بطانية موجودة في بيت صباح. تقرير الطب الشرعي قال الوفاة بالخنق قبل حوالي 12 ساعة من اكتشاف الجثة. لا استني بقى، هم اكتشفوا الجثة الساعة كام؟ هو مش قالك يوم الثلاث بس، ولا هو قالك ساعة؟ صباح يوم الثلاث. ماشي. لقوها. ماشي. فالكلام ده كان قبلها ب 12 ساعة. قبلها ب 12 ساعة يعني هي ماتت يوم الاثنين بالليل. ماشي. فممكن تكون اصلا الولاية ما كانتش راحت المستشفى عادي اصلا، يعني حتى لو هي راحت المستشفى ممكن تكون هي القاتله اللي هي الجاره. قتلتها وخدت الشنطه وسابتها في الطريق وراحت المستشفى. وممكن يكون ابنها قبل ما يسافر. وممكن يكون الجزار عادي. والتعبيره اللي في ايده دي هي طنط خربشته. طب ماشي كمل. الكاميرات بقى اللي عند السوبر ماركت، مش الكاميرات اللي عند مكان الحادث. شافت شخص طويل القامه لابس جاكيت غامق بيحمل حاجة كبيرة الساعة 2 الفجر، بس الوش مش واضح. الشخص ده ممكن يكون راجل ممكن يكون ست. هم قالوا شخص بس طويل القامة ولابس جاكيت غامق. انا اقول ان هو راجل، فانا شاكه كده في الشريف او فتحي. انت ايه بقى؟ تيجي نستبعد. ماشي. يعني هنا هوت ادي عندنا 1 2 3. ماشي. اولا هنا اهو عندك هنا كان بيقول ان البصمات ان في حته ان ما كانش في تكسير في الشقه. لا ما جابوش حاجه خالص عن الشقه. ما قالوش اي حاجه ان الشقه اتكسرت او لا. لا ما حدش قال ان الشقه اتكسرت. وما حدش قال حصل سرقه ولا لا. لا. لو عرفت الحل وقف الفيديو هنا واكتب اسم الجاني في الكومنتات. هو تقريبا مفيش حاجه حصلت في الشقه بدل ما جابوش سيرتها. طيب انا بقول لو ما حصلش سرقه يبقى مش ابنها، لو ابنها يبقى كان في سرقه حصلت. صح، هو كان عايز لان هو مشاكل كانت ماديه، صح كده؟ ماشي، يبقى نستبعد ابنها بدل ما قالوش ان كان في سرقه. ماشي. لو الجزار مش كانت الجاره دي هتقول او هتحس ان في دوشه، هتحس ان ما يبقى لو هي كانت فعلا في الشغل. مش الجريمه حصلت بالليل؟ ما انت ممكن تكون شغلها بالليل. ممرضه ملاك الرحمه. ملاك الرحمه او الجاره. فاحنا كده استبعدنا شريف اللي هو ابنها. وبعدين هو الجزار هيخنق؟ طيب مش الجزار هيذبح، او يمكن خنق علشان ما نشكش فيه. احنا كمكتب التحقيقات طب اقول لك ما نشكش فيه. بس البصمات ما فيش غير بصمات ابنها طبيعي. انا بص اقول لك، انا هروح للحل السهل. هي الجاره. ليه؟ علشان البطانيه. ايوه صح، انا ناسي موضوع البطانيه. هي واحده ست غبيه راحت اتخانقت مع جارتها، واتخانقوا مع بعض، قامت خنقتها، وعشان هي غبيه راحت خدت البطانيه من جوه. وايه لما كانت تاخد بطانيه من عندها هي ليه؟ يعني ليه راحت الشقه تاني تجيب بطانيه ورجعت؟ عشان غبيه. وعشان ما فيش جريمه كامله، وعشان هنا احنا بنكشف الحقائق كلها. طيب انا بقول برضو الجاره. ليه بقى؟ عشان برضو البطانيه. عشان البطانيه، وعشان موضوع اللي هي راحت وما عملتش بصمه ومش عارف ايه، دي مريبه برضو. يعني ما فيش حد اصلا هي لو راحت ما عملتش بصمه هي كانها ما راحتش. ايوه يعني اكيد الحاجات دي ما بتتنسيش. او على الاقل حد هيكون في مستشفى شافها. والجزار يعني مش كل واحده هتقول انت بتغش في الوزن هيقتلها يعني. هو ممكن يتخانق معاها وما يتعاملش معاها تاني، يعني ما يرضاش يبيع لها تاني. طب نشوف الحل. الحل القاتل هو صباح عادل الجاره. ليه بقى؟ عشان قلت لكم احنا هنا صوت الحق.
ليه بقى؟ ليه بقى؟ بسبب الخلافات. صحيح كان في خناقات قديمه بينها وبين الضحيه، بس الغريب ان البطانيه اللي لفت بيها الجثه كانت من شقتها هي. زي ما انا قلت لك، البطانيه مش حاجه غاليه او متوفره عند الناس كلها عشان نقول صدفه. الغياب عن العمل، قالت انها كانت في مستشفى من الحادث بس مسجلتش دخولها ولا حد شافها، يعني مفيش اثبات. الكلام ده يضعف حجتها جدا ويخليها مش عندها عذر غياب سليم. طريقه ارتكاب الجريمه، مفيش كسر على باب الشقه، يعني الضحيه فتحت لحد تعرفه. الجاره كانت بتدخل شقتها عادي بدون شكوك. الكاميرا برضو ده دليل. الشخص اللي شال الشنطه الساعه 2 الفجر كان طويل القامه ولابس جاكيت غامق، صباح طولها حوالي 172 متر، يعني هو ما كانش قايلنا هنا سنتي. طويل نسبيا لست، وكانت غالبا لابسه جاكيت واسع يخبي ملامح. لكن ابنها شريف صحيح شكله مش بريء، غيابه ملوش اثبات، لكن مجرد انه موجود قبل الحادثه بيوم مش كفايه لادانته. وبرضه لو كان القاتل كان غالبا هيسرق حاجه او يظهر عليه ارتباك اكتر، لكن القضيه ما كانش فيها سرقه. الجزار فتحي بعيدا عن الموضوع عنده اصابه واضحه ومحدش شافه حوالين مكان الحادث. كمان الخناقه اللي حصلت مع الضحيه حصلت قبلها بمده، مش نفس اليوم او قبله مباشره. بالتالي صباح هي اللي قتلت سعاد بالخنق، لفتها في البطانيه بتاعتها وحطيتها في شنطه قديمه لحد ما قدرت تنزلها بالليل وترميها بعيد عن العماره، لكن كانت غبيه كفايه عشان تسيب البطانيه اللي تعرفها. مش قلت لك انها غبيه؟ والله لا، حلوه القضيه دي. حلوه بسيطه خفيفه كده وتحلت على طول. لو حابين السلسله دي اكتبوا لنا في الكومنتس تحت، ولو ممكن تدعمونا وتعملوا لنا لايك وشير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، واستنونا في الحلقه الجايه من شكل.